كده أنا كل اللي كنت عايزاه أكسر السهم بس لسه متعودة على قدراتي الجديدة. وفجأة القلادة اللي كانت واخداها من درا وقعت على الأرض ولمست دم آسا، وفي ثانية واحدة خرج كيان مرعب من العدم وكأن الأرض نفسها فتحت باب للجحيم. وفي نفس الوقت درا وصل وخطف يورو بسرعة وبدأ يهرب بيه، بينما المروحيات بقت بتلف فوقهم من كل ناحية والرصاص مالي السماء. وبشق الأنفس قدروا يخرجوا من عند تماثيل القرية. يورو كان لسه في حالة صدمة وكل اللي بيقوله وهو منهار: أختي ماتت قدام عيني، أنا شفتها وهي بتموت. لكن ما كانش في وقت للحزن، لأن الجنود حاصروهم من كل اتجاه والرصاص بقى ينزل عليهم زي المطر. وفجأة ظهرت الست الغامضة وقالت بكل ثقة: أنا هخلص على كل اللي هنا. درا بص ليورو وقال بسرعة: اسمع، ما عندناش وقت أشرح. وطلع له قلادة شكلها غريب جدا وناولها له وهو بيقول: استخدم اليسار وبعدين اليمين. يورو بص له باستغراب: أنت بتقول إيه يا عم؟ أنا تايه أصلا.